ايه هي افلام الحمايه واهميه تركيبها وليه لازم اختار افلام حمايه اصليه؟ فيلم الحمايه بيتكون من 8 طبقات مضغوطين متقسمين لثلاث طبقات اساسيه. الطبقه الاولى اللي هي السيلف هيلينج واللي بتدي الجلوسي والكلاريتي اللي هي الطبقه اللامعه. الطبقه الثانيه اليوريثين ودي ماده الحمايه نفسها. اما الاخيره فدي طبقه الادهيسيف او اللزق. وطبعا افلام الحمايه عاليه الجوده واللي من ضمنها افلام 3 ام بتستعمل افضل انواع الادهيسيف الناتشورال عشان ما ياثرش على طلع العربيه الاساسي. وبيكون الفيلم ده مطاطي ومرن جدا، وده بيساعد على انه يتشكل بسهوله على اجزاء العربيه، وطبعا بيتم تركيبها من خلال فنيين محترفين. من الضروري جدا لما تيجي تختار فيلم حمايه لعربيتك تختار الفيلم الاصلي مش الفيلم الرديء، لانه بيحمي العربيه من الخدوش والحكات والخبطات اللي ممكن العربيه تتعرض لها. ده غير انه بيحافظ لك على مظهر العربيه لفترات طويله جدا، شكلها كانها لسه جديده. افلام الحمايه مقاومه للاصباغ وفضلات الطيور، واللي بتسيب اثر مش بيروح لو وقعت على طلع العربيه الاساسي. اما لو موجود عليها فيلم حمايه وبالذات طبعا لو اصلي ما بيتاثرش، لانه مبني على النانو تكنولوجي الغير مساميه، فما بتسمحش بتغلغل اي مواد فيها. كمان من مميزات افلام الحمايه الاصليه ان ليها قوه تحمل عاليه وما بتغيرش لون ولا بتبهت ومقاومه للاصفرار. ومن مميزاتها كمان ان طريقه تركيبها ما بتسببش اي اذى للعربيه، ولما تيجي تشيلها تتشال بسلاسه من غير اي تاثير على طلع العربيه الاساسي. كمان افلام الحمايه عاليه الجوده فيها خاصيه السيلف هيلينج او المعالجه الذاتيه لاي خدوش. احنا هنا بنركب فيلم حمايه 3 ام، بنفرغ الميه من تحت الفيلم عشان ما يعملش بابلز ولا يعمل عروق هواء ولا اي حاجه من الحاجات دي.